فقيدة قلبي. هذا الديوان 2025 إن شاء الله في دار الكتب المصرية في المعرض الدولي للكتاب. طبعا فقيدة قلبي دي رحمة الله عليها والدتي أعز الله رحمها الله. اللي ما يأدبوش الضمير تأدبه الحياة. لو كنت عاوز تعرف الصالح من الطالح عشره وعيش وياه. الصالح اللي يصونك والقرب منه حياة، أما الخسيس اللي يخونك في الشدة ما بتلقاه. يقدر يبيعك في لحظة ما تلاقي منه نجاة، وساعات بيجري وراك لما تضيق وياه، وما يعرفك إلا في المصلحة عاوزك تمل معاه، ولما تضيق بيك الحياة ما تلاقي عرض أفاه. في ناس تصون العشرة ومعجونة بالإخلاص، كلها حب ومودة والعدل بين الناس، وناس معجونة بالخيانة وما عندهاش إحساس. اللي يصاحبك لشخصك واللي ملوش أمان، واللي في طبعه اللاوع غدار خسيس وجبان، لما تزول المصلحة غدره في لحظة يبان. بتبان معادن الناس في الشدة والزنقة، تبان معادن الناس في الشدة والزنقة، تلقى الأصيل وياك لو زادت الخنقة. أما الخسيس يهجرك ومعاه ماهيش فرقة. عاوز تعرف عدوك من حبيبك جربه في الأزمة. عاوز تعرف عدوك من حبيبك جربه في الأزمة، واللي يسيبك لوحدك يبقى ملوش لازمة. في ناس أصيلة ونبيلة وشها بشع أمل وسرور، وناس على وشها غضب ومطفي فيه النور. تعرف الأصيل من الخسيس لما تكون مقهور. لو ابن أصله أصيل تلاقيه معاك على طول، أما إن كان غدار وجبان تلقاه ماهوش معدول. الأصيل بيبان على الأصل، بيبان على الإنسان في عيونه أو وشه. لو حتى كان مبتسم بيبان عليه غشه. صفة الأصيل بتبان في الحلوة والمرة، تلقى الأصيل وياك ما تفوته بالمرة. أما الخسيس يهجرك في الأزمة 100 مرة، زي اللي يبيع أولاده ومراته ويجيب لهم ضرة. واللي ما يقدموش الضمير بتقدمه الحياة. ورد المظالم لعالم الكون المولى جل علاه، يجبر بخاطر المظلوم لا إله إلا الله.